النهارده هنتكلم عن قصة حد أنا أعرفه شخصيا، وقصة إن الجن تشكل له في صورة حد قريب منه. قصة حقيقية هحكيها، بس أنا هاجي أوضح حاجة. إن أنا طلعت في أحد الفيديوهات وناس سألوني على الكلام اللي أنا قلته، إن الجن عنده المقدرة يتشكل في صورة أي حاجة مادية. يعني إيه؟ صورة إنسان، حيوان، طائر، أي حاجة، بس هيسري عليه القانون اللي هيتم سريانه على الشكل اللي اتشكل فيه. يعني ايه؟ بصوره كده مبسطه، لو مثلا الجن ده قرر ان هو يتشكل في شكل مثلا قطه، واتعور، حصلت له حادثه واتعور مثلا في ايده، في رجله، تمام؟ لما يرجع تاني لصورة الجني اللي هو كان عليها، هيرجع ان هو متعور في رجله. مش معنى ان هو اتعور وهو شكل قطة لما يرجع صورة الجني يبقى خلاص الموضوع انتهى، لا، هيسري عليه نفس القوانين. وده برضو لو بقى طائر، انسان، ايا كان، هو متشكل واختار ان هو يتشكل في ايه. طيب نرجع لقصة الست اللي انا اعرفها شخصيا، واللي تجسد لها الجن في صورة زوجها. القصة والله يا جماعة قصة حقيقية حصلت فعلا. ان الست دي كانت بتحكي لنا، هي دلوقتي يعني ربنا يديها الصحة وطولة العمر، هي كبيرة يعني في السن وكده. بتقول ان القصة دي حصلت لها يعني من سنين. كان زوجها، هي قاعدة في الأوضة، وهي بتقول إن زوجها شافته طالع من الحمام لابس البيجامة وكده، وطالع يعني لأوضة تانية أو اتجاه الصالة كده. فهي كانت بتنده عليه: يا فلان الفلاني. ما ردش عليها، فقالت يمكن في حاجة شغلاه، سرحان، ما سمعهاش. قعدت شويتين تلاتة كده، راحت في اتجاه الأوضة اللي هي راحت عليها، أو هو راح عليها، ما لقيتوش. قعدت تدور كده، ما لقيتوش، هو رايح كده. فبعد شوية، وفلان الفلاني ما كانش رد، وقعدت تدور ما لقيتش فلان الفلاني. اتاري فلان الفلاني ما كانش اصلا في المكان التاني، وان هو اصلا ما كانش جه اصلا من شغله، وكانش موجود في البيت، وكانش ما كانش معاها. وهي كانت بتحسب ان هو، طب مين ده؟ وهو جوزها يعني، يا جماعه وشايفاه وطالع قدامها وكده. يعني لا تخيلت ولا تهيأ لها حد معدي، ده هو زوجها. فطبعا جات لها صدمة، وخصوصا ان هي حبيبتي ربنا يديها طولة العمر والصحة، ان هي من النوع اللي بيتخض وبيتفجع جدا جدا. فلدرجة ان لما عدت السنين وزوجها ده توفى بعد كده، يعني بعد سنوات، يعني الله يرحمه، بتقول ان هو كان بيظهر لها في الشارع. انا بقى مش عارفة دي روحه ولا قرينه ولا ايه، الله اعلم. بتقول كان بيظهر لها في الشارع، لدرجة ان هي من كتر رعبها كان بيظهر لها وبيبتسم لها. فهي كانت بتتخض جدا جدا. فيعني دعت ربنا ان يا رب انا بخاف وانا قلبي ضعيف وما اقدرش، يا رب يعني ما تجيبوهاليش اشوفه في الشارع تاني. هي بتخاف جدا يعني فوق بقى تتخيلوا وتتصوروا، سبحان الله. فهو جاء لاختها في الحلم، وقال لها ان يعني زوجتي، يعني مش هقول اسماء طبعا، ان هي دعت ربنا، سبحان الله، دعت ربنا ان انا ما اجيلهاش تاني، وان هو كان زعلان يعني كده، فهو ربنا ما خلوش يجيلها تاني. سبحان الله، عالم تاني يا جماعة، فعلا مش فاهمينه. فاختها راحت لها وقالت لها: انت دعيتي ربنا ان انت ما تشوفيش زوجك مرة تانية، او انه يطلع لك مرة تانية. فقالت لها: انت عرفتي منين؟ هي ما كانتش قايله لها حاجة. فقالت لها لا، قالت لها لا، انت تطلع، انت عملتي كده. قالت لها: تعرفتي منين؟ قالت لها: جالي في الحلم. فراحت قالت لها: بصراحة انا بخاف، وانا لما كنت بشوفه بخاف، فانا دعيت ربنا، صليت ودعيت ربنا. فهو بتقول هو جاله وفعلا ما ظهرش بعد كده تاني. سبحان الله يا جماعة، عالم محدش يعرف عنه حاجة. سبحانك يا ربي، عالم كبير. مهما حاولنا نفكر او نقول اي تفسير، بجد عقلنا المحدود ده استحالة. يعني هو اللي اخترع كل الاختراعات في العالم، استحالة يعرف يوصل لتفسير الحاجات دي، حتى لو ابسط حاجة فيها. سبحانك يا ربي. تابعوني في قصة جديدة في قناتكم بيت الرعب. لأول مرة يشوف القناة أتمنى يشرفني بانضمامه ليها، واللايك الحلو زيكم كده،
واخواتي الغاليين بحبكم في الله، ويا ريت تكتبوا لي رايكم في القصص دي، ولو حصل لكم اي قصص مشابهه يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات.